اهلا في كوره يونايتد. انا محمد ناجي، وده كان تاسع موسم فانتزي ليا. الموسم الجاي الموسم العاشر. مرضتش افتح الشاشه بتاعه الفانتزي، اكيد كلنا خلاص ارهقنا وتعبنا من الموسم ده، محتاجين احنا كمان ناخد بريك كفانتزي مانجرز. انما ده الفيديو ده علشان نقول احنا ايه اتعلمناه من الموسم ده، وهو كده لسه برضو شغال في الذاكرة بتاعتنا. عن نفسي انا هقول الدروس اللي اتعلمتها الموسم ده عشان اقدر اتجنبها الموسم الجاي او اخد بالي منها الموسم الجاي واخلي ادائي احسن. اول حاجة ملحوظة جدا بالنسبة لي واتعلمتها بسهولة جدا الموسم ده فكرة الكلين شيت. كان في مواسم قبل كده بموسمين كنا بنلاقي فرق بتوصل ل 18 و19 كلين شيت، 3 4 فرق بيوصلوا من 15 ل 18 19 كلين شيت. حتى كان منهم مثلا مانشستر يونايتد في اخر موسم لدخية والفريق كان ضعيف جدا بس عملوا كلين شيت كتير. واضح ان خلاص فكرة الكلين شيت دي مش هتبقى موجودة في الفانتازي بشكل كبير. طرق اللعب العصرية اتغيرت جدا، ما بقاش في مدربين مهتمين قوي بالطرق الدفاعية، كله عايز يبادر بالهجوم ويخلق فرص. مش يعني اخر حد حتى كان بيلعب بالطريقة الدفاعية في البريمير ليج مين السنة دي؟ الوحيد اللي كان بيلعب يعني اخر اللي فاضلين مش فاكر، يعني مفيش حد دلوقتي شايفه بيلعب بطريقة دفاعية. كان شون دايش مثلا من ايفرتون، حتى ستايله السنة دي واحنا شايفين ايفرتون بتجمع نقط كتير في اخر الموسم وهو بيفنش، برضو بيبتدى بيروح شوية لطرق اللعب العصرية اللي بيصنع بيها فرص ويضغط بشكل مستمر على الخصوم. فمفيش كلين شيت بنسبة يعني كبيرة جدا، شايف الموضوع ده هيستمر. فبتوفر البادجت بتاعتك في المدافعين، بتختار الحراس اللي يقدروا يعملوا صدات وياخدوا نقط على الصدات. نفس الكلام للمدافعين، انت بتختار مدافعين يقدروا يسجلوا نقط هجومية، ما تبقاش اعتمادك عليهم بس في الكلين شيت. وبرضه نفس الكلام، مش هتضيع البادجت كلها على الدفاع املا في ان يقعدوا يجيبوا لك كلين شيت كتير طول الموسم، فانت هتوفر البادجت بتاعتك لحتت تانية. ده بالنسبة للكلين شيت. ممكن بالنسبة للكلين شيت برضه في الحراس ممكن تجيب حارس مثلا من فريق منظومة دفاعية قوية وممكن حارس من فريق منظومة دفاعية أضعف. أنت بتختار 2 حراس. المنظومة الدفاعية الأضعف هتدي فرصة للجول كيبر ده إن هو يعمل صدات أكتر، بيستقبل شوتس بيتشاط عليه كتير، فعنده فرصة إنه يصد أكتر، كل 3 صدات بنقطة. أنا في الموسم ده في حارس جول كيبر زي أونانا في ماتشات دخل فيه هدف وهدفين ومع ذلك جايب لي 5 نقط مثلا. فدي بسبب الصدات وبسبب البونص اللي ممكن ياخده للصدات. دي اول حاجة اتعلمتها بسهولة جدا. تاني حاجة اتعلمتها الموسم ده وفادتني وانا نفسي استفدت بيها الموسم ده، انا الموسم ده حققت ترتيبي 140 الف على العالم، وده بعتبره ترتيب عالي جدا. انا كنت ناوي في الاسبوع 37 كان ترتيبي 110 وكنت اقدر اخش التوب 100 كي، بس ما كانش عندي اي كروت. في ناس بتبقى شايله الكروت بتاعتها الخواص بتاعتها لاخر اسبوع، دي اكيد قدمت ناس عليها في الترتيب. انما ال 140 الف على العالم ترتيب راضي عنه جدا في الموسم التاسع ليا. فاستفدت السنه دي وتعلمتها هتكمل معايا. اللعيب اللي بيبقى اون فورم كل فتره من فترات الموسم، في لعيب بيبقى اون فورم، بيبقى الفورمه بتاعته عاليه جدا، بيسجل مره واتنين ماتش ورا التاني، بتبتدي ثقته تبقى في السما، لياقته عالية، هو السبوت عليه، فبيفضل ده حافز قوي ليه جدا ان هو يفضل يستمر في الفورمة دي شوية. طبعا لحد بعد كده زيه زي اي بني ادم او زي اي لاعب ممكن الفورمة دي تنزل، ممكن يتصاب، ممكن يبقى لعيب تاني غيره. زي مثلا ريتشارلسون مع توتنهام، شفناه في وقت كان في التوب فورم قاعد يسجل كل ماتش بشكل مفاجئ جدا، 12 نقطة و15 نقطة و10 نقط وحاجات كده لحد ما فورمته خلصت. زي مثلا مين؟ زي ايزي اوليزيه في تفنيشة الموسم، وكلنا في ال38 اخترنا ايزي اوليزيه وسجلوا نقط. اوليزيه جاب اسيست ايزي جاب جونين واسيست. واوليسيه بالمناسبة ممكن يكون صعب اوي كريستال بالاس يقعدوا معاه الموسم ده، الموسم اللي هيبتدي. مستواه عالي اوي وتالنتد جدا وبيلعب جناح مهاجم، فرق كتير عايزاه. مانشستر سيتي كان عايزه المرة اللي فاتت الموسم اللي فات ومعرفوش يجيبوه، جابوا دوكو. يعني مهم، فده اللعيبة فضلوا في فورمة طويلة على الأقل شهر،
فضلوا في فورمه قويه بيسجلوا وبيصنعوا لفريقهم. فانت لازم تبقى عينك على اللعيب اللي هيبقى اون فورم على طول، اجري عليه وما تضيعش وقت وما تستناش وما تقولش مثلا لا ده ماتش وهينزل او بتاع، اجري عليه على طول. دي حاجة انا اتعلمتها. في حاجة تانية اتعلمتها، الكابتن لازم تكون اجريسيف فيه شوية، دي انا عن نفسي اتعلمتها. في مرات كتير ببقى رايح انا للكابتن اللي هو هاي ريسك هاي ريورد، لو انا هغامر بيه مش زي ما الناس كلها مختارة بس انا واثق فيه، ولو كان جا حقق النقط اللي انا متوقعها منه كانت هتفرق معاه جدا. بس مش بنتشجع ان احنا نختار الكابتن، بيبقى قرار تقيل على الواحد ان هو يختار كابتن غير اللي الناس مختاراه، بيبقى خايف قوي يخرج من الترتيب. فانا دي بعد كده لا مش هتخوفني. كذا مرة السنة دي فعلا كنت هختار حد غير هالاند مثلا وما اقدرش اتشجع وهالاند ما يعملش واللعيب اللي انا كنت اختاره هو اللي هيعمل. لو كنت صممت على رأيي واللي انا مقتنع بيه كنت بسهولة جدا دخلت في التوب 100 كي، يمكن احسن من كده كمان. فالكابتن لازم تكون شجاع اكتر شوية، دي اللي انا هحاول اتعلمها الموسم الجاي. حاجة كمان اتعلمتها الموسم ده، الإصابات اللي اتعلمته ده مش شرط إن أنا أكون خسرني الموسم ده فهاخد بالي الموسم الجاي، لأ ده أنا ممكن أكون عملتها السنة دي فلقيت القرار كويس فاخد بالي إن القرار ده كويس. أنت مش بس تميز الوحش عشان ما تعملوش، لأ ده أنت تميز إيه القرار الصح اللي أنت عملته علشان تاخد بالك بعد كده إن أنت تعمل زيه. الاصابات، اللعيبه اللي بتتصاب اصابات يعني لازم تاخد بالك مين اصابته هتطول قوي ومين هيرجع بسرعه. تتابع الاخبار وتلم معلومات وتدقق وتركز، لان في لعيبه كنا فاكرينهم هيتصابوا اصابات طويله بتبيعهم تخلص منهم ترجع تلاقيه لعب وانت متعرفش تجيبه تاني فيكون جاب نقط كتير راحت عليك. وفي لعيب بتسيبه علشان لما يرجع بتبقى الأولوية بتاعتك إنك تعمل ترانسفير في حتة تانية، فبتسيبه عندك على ما بيرجع يخف ويبقى موجود تاني في السكواد عندك تلعبه. أنا دي استفدت منها مثلا في جوستو لما اتصاب في الجولات التمانية الأخيرة، فضلت سايبه 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 وعارف إن هو هيرجع في وقت معين خلال أسبوعين عشان أعمل البنش بوست. كان في اخر الموسم وما كانش عندي اي فرصه ان انا اعمل ترانسفيرز كتير، خليت الاولويه لترانسفيرز تانية وسبت جوستو ولعب في الاسبوع 37 جاب اعتقد 15 نقطه. فده كان قرار سليم جدا جدا جدا، هاخد بالي منه الموسم الجاي برضو ابقى بركز مع الاصابات بالطريقه دي. لعيبه غياباتهم طولت وناس اتاثرت، ده لعيبه انا سيبته. في مثلا لعيبه زي سون وصلاح ساعه بطوله كاس افريقيا وكاس اسيا في ناس ما رضيتش تمشيهم وسابتهم عندهم في التشكيل. سون راح لحد قبل النهائي في البطولة بتاعت آسيا وصلاح رجع بدري بس اتصاب وقعد كتير جدا ما بيلعبش. فأنا شفت أنا ناس بعناية متأثر السكواد بتاعهم جدا جدا، مش عايزين يمشوا سون وصلاح، مش قادرين ياخدوا القرار ان هو يمشوا ان شاء الله حتى واحد منهم. استنوهم 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 اتأخروا جدا. صلاح رجع في 29 بان او 28، سون غاب 4-5 اسابيع هو كمان، فكان قرار مؤذي جدا جدا للفرق اللي عملت كده. فدي حاجه انا هاخد بالي منها اتعلمها، مش كل الاصابات زي بعض، في اصابه صغيره في اصابه ممكن تاخد وقت اطول، وفي واحد سعره ب5 في واحد سعره ب13 وهو مصاب، فانت لازم تاخد بالك من القرارات دي تخليها احسن من كده. فكرة تاني بتاعت كروت اللي هي الادفانتج الشيبس اللي بتديها لك اللعبة زي البنش بوست والتريبل كابتن والحاجات دي. استعجلت السنة دي انا شوية في استخدام الوايلد كارد الاولاني بالتحديد، استعجلت عليه جدا، استخدمته في الاسبوع الثامن او التاسع حاجة كده وكان لسه فاضل 10 اسابيع. اكتشفت لما وصلنا ديسمبر في الاسبوع ال19 ان ده كان احسن وقت للوايلد كارد. فتبني فريقك صح من الاول عشان تقدر تختار الوايلد كارد انسب وقت، دي مش يبقى فريقك وحش فيفضل دي بتضغط عليك دايما ان انت تستعجل الكارت. لا، تقدر تعتمد على الترانسفير وخلي الكارت، لان الكروت دي بتبقى استراتيجيه جدا، الكارت اللي بيضيع منك وما تستخدموش صح ما بيتعوضش. فانا اتعلمت ان هاخد بالي بالذات في الوايلد كارد الاولاني. كروت في باقي الموسم انا استخدمتها صح، انما الوايلد كارد الاولاني ده هختار التوقيت بتاعه احسن من كده، غالبا هيبقى في الاسابيع الاخيره اللي مسموح لك بيها
تستخدم اول وايلد كارد قبل ديسمبر، اسبوع لحد الاسبوع 19 مثلا. برضو استفدت الموسم ده ان مش لازم الكروت استخدمها في دبل جيم ويك بس، لا، اقدر استخدمها في سنجل جيم ويك. في سنجل جيم ويك بتبقى ماتشات لعيب اون فورم والفريق اون فورم وبيلاعب خصم اضعف منه مثلا في مناطق معينه، بتبقى يعني النتيجة واضحة جدا ومقرية جدا ومتوقعة جدا جدا، تقدر تحذف التريبل كابتن عليها. زي شفنا واتكنز مرة في سنجل جيم ويك جاب 23 نقطة. شفنا ماتيتا في الأسبوع الأخير في ال38 تلات أجوان وأسيست باين حاجة كده. هالاند 4 أهداف في ماتش واحد. والدبل جيم ويك دايما بيخيبوا ظننا لان بيبقى اسبوع مضغوط، ماتشات كتير بتحصل روتيشن، بتبقى اللعيبه مرهقه بيلعبوا على نتيجه الماتش وخلاص. غير في السنجل جيم ويك بيبقى اللعيب متجهز للماتش ومستعد ومفيش روتيشن ريسك. يعني احتمالات الدبل جيم ويك انت بتبقى عشان طمعان فيها قوي عشان ماتشين فبتحذف الكروت في الدبل جيم ويك، انما على ارض الواقع ممكن يبقى سنجل جيم ويك احسن. فدي عايزه برضو بالانس، امتى تستعمل البلانك في السنجل جيم ويك وامتى احسن لك تستخدمه في الدبل جيم ويك. لان شفنا كل اللعيبه كل المدربين كل الفرق خلاص عرفوا لازم الروتيشن، حتى ايا كان مين هو اللاعب الفريق وايا كان لياقته وسنه، عرفوا عشان يلعب لاخر الموسم بنفس الكفاءه لازم يكون بيستريح. فدي بالنسبة للكروت. كمان شفنا اتعلمنا السنة دي ان البلانك جيم ويك الكبير قوي ده اللي بيبقى فيه 3 او 4 ماتشات بس بيتلعبوا، الكروت فيه مش احسن حاجة. كل الناس اللي استخدمت كروت في الاسبوع ال28 اللي كان بلانك او ال29 مش فاكر، ما حققوش اللي مطلوب. كان افريج الاسبوع ده باين 13 نقطة، الناس بقت بتجيب 15 نقطة و17 نقطة كده. ما فاللي استهلك كارت، انا بالمناسبة ما استخدمتش فري هيت في الاسبوع ده، انا استخدمته في اسبوع تاني دبل جيم ويك. فكان قرار كويس بالنسبة لي واستفدت منه، ان ايوه اتعلمت ان ده القرار الصح. البلانك جيم ويك الكبير قوي اللي بيتلعب فيه في الاخر ماتشين 3 ده مش المفروض تستخدم فيه كروت خالص. ماتشين 3 تقدر يعني تهندلها بالفري ترانسفير، تقدر تلعب فريقك ناقص احسن، تلعب ب8 او 7 لعيبه احسن ما تخلص كارت على بلانك جيم ويك كبير زي ده. اخر حاجه وبخصوص برضو نفس النقطه دي، الدبل والبلانك، خلي بالك كويس جدا. الموسم الجاي شكل البلانك جيم ويك والدبل جيم ويك هيتغير تماما كسكادجوال، كالخريطه بتاعه الموسم. لان البريمير ليج هيغير نظام الاف اي كاب. الاف اي كاب هو اللي كان بيعمل البلانكس كتير والدبلز كتير طول ما كان الموسم شغال. هيغيروا نظام الاف اي كاب، هيخلوا الماتشات عددها اقل ما تاثرش على باقي الجدول، على بحيث ما يبقاش فيه مؤجلات كتير. زي مثلا ان هم بدل ما يخلوا الماتشات هوم واواي لا يخلوها هوم بس مثلا. بدل ما تبتدي فرق بريمير ليج من دور متاخر قوي، لا ممكن يطلعوا يعني. ما قالوش بالظبط لسه هيعملوا ايه، بس التارجت ان البلانكس تقل، فالموسم هيبقى ستيبل اكتر. قصص البلانكس كتير كانت بتحصل دي مش هتحصل تاني السنه دي. ده ممكن يترتب عليه ايه؟ ممكن الفانتزي نفسها تغير سياسه استخدام الكروت. هو كان بيديك الكروت دي كلها عشان تقدر تستخدمها في البلانكس وفي الدبل جيم ويك اللي هم الجدول هيعملها، دلوقتي مش هيبقى موجودة في الجدول. فهل الكروت دي كده هيبقى بيستحقها الفانتزي مانجر ولا ما يستحقهاش؟ ده ولا يسيبوها يعني برغم ان مفيش بلانكس ولا دبل، يسيبوها كده فور فن؟ هيبان لسه يعني ايه على دخلة الموسم الجديد، هنشوف الفانتزي هتقول عليها ايه. دي دروس اللي بالنسبة لي اتعلمتها الموسم ده وهاخد بالي منها الموسم الجاي. اخر حاجة كمان عايز اقولها، مين اللي فنش الموسم ده بشكل عالي جدا وبغير متوقع بحيث يبتدي الموسم الجاي بداية كويسة؟ اللي عمل الحركة دي بالنسبة لي في رأيي انا فريقين، تشيلسي كريستال بالاس، فنشوا الموسم بشكل كويس وبروح كويسة. كانوا مستواهم ضعيف جدا 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 في النص الاولاني من الموسم او في التلتين الاولانيين من الموسم كمان، ففنشوا موسم كويس. ده بيبقى دافع عليهم عشان نكمل على طول اللي بعده. كريستال بالاس كانوا جايبين مدرب جديد على فكرة. المدرب ده النمساوي ده بتاعهم لسه مش
اسمه مش معايا قوي، بس بايرن ميونخ كانوا عايزينه قبل ما يتفقوا مع كومباني النهارده. الظاهر بيدوروا على مدرب سنه صغير بيلعب كرة هجومية، الكرة العصرية اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها دلوقتي. والمدرب بتاع كريستال بالاس ده أول ما جه بقى بيكسب 4-5، والفريق بيلعب بطريقة هجومية فعالة جدا، فعالة جدا وحلوة جدا، ملفتة أوي الحقيقة للنظر. عشان كده قدروا يفنشوا موسم كويس. بايرن ميونخ كان عايزه، بس الظاهر هو حابب يكمل تجربته مع كريستال بالاس، فاتفقوا مع كومباني. فالفريقين دول كانوا ممكن المفروض انا متوقع لهم يبتدوا الموسم كويس عشان ندور على اللعيبه بتوعهم. انما تشيلسي حصل معاه مفاجاه، مشوا بوشيتينيو وهيجيبوا مدرب جديد. دي تخليني كده خلاص هنقص تشيلسي من الكفه دي. انا بقول على كريستال بالاس. كريستال بالاس من الاسبوع 1 الموسم الجاي هيبتدوا بدايه قويه جدا، سواء ماتيتا سواء اوليزي لو قدروا يحافظوا عليه هو وايزي، يعني صعب جدا الصراحه. سواء الديفنس كمان مونوز اللاعب الكولومبي اللي جابوه في يناير الباك اليمين، هما بيلعبوا مدرب جديد بيلعبوا خطه 3-4-3. الثلاثه اللي قدام ماتيتا واوليسي وايزي، بس هما مش متطرفين، يعني ايزي واوليسي مش بيلعبوا شمال ويمين، بيلعبوا لجوه شويه زي مثلث راس حربته ماتيتا، هما الاتنين وراه على طول. الاطراف اللي بتهاجم هما بقى مونيز وميتشل. خلي عينك عليهم الموسم الجاي. ولو جابوا طبعا لو اوليزيه استمر او جابوا حد مكانه اللي هيجي مكانه برضه، يعني ده يعني قصدي ان اللعيبه الاسيتس بتاعت كريستال بالاس دي اللي انا مهتم بيها جدا الموسم الجاي في جيم ويك 1 ابتدي بيهم. طبعا ليفربول والمدرب الجديد، فالاسيتس اللي كنت بتعتمد عليها في ليفربول يعني ممكن تبقى محيرة شوية. الناس كانت بتاخد صلاح فور جرانتي، ممكن الموسم الجاي مش عايز اسبق دي قوي لان احنا ما نعرفش طرق اللعب اللي بيلعب بيها مدرب جديد صراحة، او هيعمل ايه مع ليفربول. لما نتابعه شوية نقدر نقول هيعمل ايه. انما لحد كده دي حاجات انا اتعلمتها ومهم جدا انت كمان تعرفها، عشان الموسم الجاي انا متأكد ان هي هتحسن ادائك احسن بكتير. فكره الكلين شيت هلخصهم على السريع. فكره الكلين شيت والاجريسيف كابتن واللعيب اللي بيبقى اون فورم، والكروت، استخدام الكروت بتاعتك، ونظرتك للاصابات وتعاملك معاها وازاي تاخد القرار الصح. وفكره تغيير نظام الاف اي كاب. واللعيبه اللي فنشت، الفرق اللي فنشت الموسم كويس بنتوقع منها ايه الموسم الجاي. بس يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استمتعتوا بالموسم ده. مش عايز ازعجكم تاني كتير بالفانتازي لحد ما يبدأ موسم جديد. يعني لو جت حاجة في بالي اقولها ممكن نستفيد بيها في الموسم الجديد ممكن نبقى نتكلم فيها. انما ممكن الفترة الجاية غالبا هبقى في اجازة، وانتوا كمان من النصايح يعني بتاعتي، بس دي نصيحة يعني شخصية اوي، انت ممكن ما تعملهاش، انا بحب اعملها. بعد الموسم ما يخلص ما بفتحش الفانتازي على الاقل اسبوع 10 ايام، تاخد بريك تفضي دماغك خالص عشان يقع كل حاجة من الموسم ده. ولما تيجي تبتدي الموسم الجديد تبتدي من غير حاجات يعني بتشوشر عليك، موسم يكون جديد تماما. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. انا عايز بس السبسكرايبرز اللي عندي على يوتيوب يعملوا سبسكرايب على تيك توك، والسبسكرايبرز اللي على تيك توك مش بقدر انزل فيديوهات للفانتازي كتير هناك عشان بتبقى مدتها اطول، بيعمل فولو على وسبسكرايب على يوتيوب عشان يقدر يشوفها. شكرا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم.